ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه النهارده؟ بقى انا جايه كده اتكلم في قصه حد قال لي عليها، فعايزه برضو الحكم ليكم. دلوقتي واحده سنها معدي ال30، عندها حوالي 33 سنه. عرفت شاب من على النت، لقيت واحد محترم جدا بس هو طلع اصغر منها ب3 سنين. راحت قالت له ان انا عندي 28 سنه، فالمفروض انها كانت تقول سنها الحقيقي. بتقول لي جه قال لي انا عايزه اجي اتقدم لك، انا عايزه اجي اتجوزك، فقالت له خلاص تعالى. لما عرف سنها سكت في الاول. بعد كده مسافة ما مشي من عندهم من البيت، جه قال لها انا اسف، انا مش هقدر اتجوز حد اكبر مني، كمان انتي كدبتي عليا. طب معلش سؤال بس، انت نهيت جوازة، يعني انت استمرت الارتباط ببعض حوالي لا يقل عن سنة، يعني عرفت طباعها، عرفت هي ايه. وهي قالت لي يا مروة ده كان بيقف جنبي في اي حاجة بتحصل لي، اروح مشوار، عندي حاجة في البيت، يطمن عليا، كان ظهري وسندي في الدنيا، ومش عارفه اعمل ايه من ساعه ما بعد عني. فقلت له يعني هو قال لك لما جه يبعد قال لك عشان خاطر ان انت كدبتي عليا عشان كمان انت اكبر مني في السن؟ قالت لي اه. طيب هنتكلم عليها هي الاول، مش هقول عليه حاجه في الاول. هو دلوقتي هي غلطت انها ما قالتش سنها الحقيقي وصغرت نفسها حوالي 5 سنين. قالت انا عندي 28 سنه، انا معاكم، هي غلطانه، هي غلطت ان الكذب غلط، مفيش حاجه تكمل لو بنت على الكذب. طيب انت رافض تتجوز عشان سنها اكبر منك ولا عشان كذبت؟ طب عشان لو كذبت انت عرفت وفهمت انها هي عندها فوبيا، حته ان هي لو ما اتجوزتش عندها فوبيا من عدم الجواز، عايز تتجوز مش عشان الجواز ذات نفسه، عشان خاطر الونس. عشان انا سالتها قالت لي عشان الونس، ما بقاش لوحدي في الدنيا، ولقيته هو كويس، خفت يبعد عني لما يعرف ان انا اكبر منه ب3 سنين. طيب هي غلطت في انها قالت السن، بس انت عرفتها وفهمتها، وعرفت انها مش من النوع اللي طبعها كذب، وفهمت ان هي مش وحشه، واهلها ناس محترمه. طيب تمام، يعني هي غلطت، مش هنعلق لها حبل المشنقه، مش هنقتلها. ممكن تزعق معاها، تزعل منها فتره انها كدبت، تعلمها الادب فيها، انما مش تنهي جوازه. وفعلا انا معاك او معاكوا في ان اي حاجه تتبني على الكذب مش هتكمل، بس بيبقى في حاجات فيها استثناءات، في حاجات فيها استثناءات. تعالى ليك انت بقى، انت جيت قلت لنا ما اتجوزش واحده اكبر مني ب3 سنين، طب ما سيدنا محمد اتجوزها اكبر منه ب25 سنه ورضي واتجوزها. الموضوع مش صعب على فكره يا جماعه. احنا لو سبب نسبه يعني سبب عدم الجواز نسبته كبرت بسبب اللي بيحصل. يعني انا اتعاملت مع ناس كتير على التيك توك، اللي جه قال لي انا مش عارف اتجوز بسبب الغلو، مش عارف اتجوز بسبب ان لما بروح اهل العروسه يطلبوا مني كتير 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 كتير. قلت له طب ما انتوا برضو لو خدتها من غير ما تدفع هتبهدلها. المفاهيم دخلت عكس بعض، والناس بقت تدور على الماديات، وده اكتر حاجه غلط. انت سبت البنت اللي هي شايفها محترمه وكويسه وعيلتها محترمه عشان غلطت غلطه صغيره ان هي عندها فوبيا من سنها كبر وخايفه انها ما تتجوزش. طب ما تقدرها، انت عرفتها سنه، يعني شفتها في عصبيتها وهي كويسه وهي متوتره وهي بتضحك وهي بتعيط، فاكيد كنت تعدلها النقطه دي. انت رفضت عشان سنها كبر، طب ما هو معلش، انت هتقول واحده سنها صغير، طب ما ممكن الصغيره دي لما تاخدها يطلع فيها عيب وتقول يا ريتني كنت اخدتها هي، كنت عايشه عيشه مرتاح. بس هنرجع ونقول ان ده نصيب، بس بلاش الكلام اللي بيوجع، بلاش الكلام اللي بيوجع. تمام، يعني انا برد على كلامها وبرد على كلام اللي وصلني منه، ان هي عشان كدبت وسنها اكبر مني، كدبت مش هنعلق لها حبل المشنقه، وانت عارفها لمده سنه على طبيعتها من غير اي يكون في خطوه رسمي، يعني شفتها على الطبيعه، عرفت انها اصلا من طبعها مش الكذب. تاني حاجه السن، معلش، ما هو احنا قلنا سيدنا محمد تزوجها او عندها 25 سنه،
هي غلطت انها كدبت بس عشان عندها خوف ورعب، مش من عادتها الكذب. فيا جماعه ما نحاولش نحط العقد في المنشار، نحاول نفتحها شويه. واللي انا شفته دلوقتي في كذا حد اتكلمت معاه ما اتجوزش، الموضوع بقى فيه عقد وكلاكيع وخوف ورعب وقلق لا، احنا هنتكلم في الحاجات دي برضو تاني. بس يا جماعه ما فيهاش مشكله لو اتجوزت واحده اكبر منك في السن، المهم انها تكون محترمه، عيلتها كويسه، هتقدر تلم بيتك، وتكون دماغكم متكافئه مع بعض، متكافئين في كل حاجه، ماديا واجتماعيا وفكريا وكله، عشان حتى لو هي اكبر منك بكام سنه ما فيهاش مشكله، احنا مش هنصعبها. ومحدش يقول اصل انت سنك كبير، لا انا مش عشان سني كبير، انا حاجه من الحاجات اللي ما بعترضش عليها، بس اهم حاجه يكون في حاجات كتير جدا متوافقه بينهم. وحته انت خايفه عشان ما تتجوزيش، هو كله نصيب عند ربنا. ربنا لو شايف ليكي خير كنت اتجوزتي، مش شايف ليكي خير ما كنتش هتتجوزي. فربنا ما بيعملش حاجه وحشه يا جماعه. بس بلاش نعمل العقد ونحطها في المنشار، نسيبها. انت فهمت؟ بالذات الولد بيبقى عنده خبره اكتر، انه بيبقى بيتعامل مع الناس اكتر، بتعرف تميز ما بين دي وما بين دي. تمام. وهنتكلم في موضوع الفوبيا بقت اللي عند الناس دلوقتي من موضوع الخوف من عدم الجواز دي ان شاء الله في فيديو تاني. فيا رب يكون كلامي افادكم بحاجه، يا رب بقى نشترك في القناه ونفعل زر الجرس وندوس لايك. ولو حد عنده مشكله يقدر ان هو يكتب لي، وانا هسيب لكم اللينك بتاع الماسنجر بتاعي، وقريبا هسيب لكم برضو الرقم بتاعي عشان تتعاملوا معايا على الواتساب. ويا رب اكون فدتكم، ويا رب ما في واحده تزعل ولا قلبها يتجرح، ولا واحد برضو يزعل ولا قلبه يتجرح. سلام.